السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من المواصفات اللي بتتشرح لنا لما بننزل نشتري بوتاجاز المروحة الموجودة في الفرن. في ناس بتقول ان الفرن ده فيه مروحة او فيه مروحتين، واكيد كلنا بنكون مبسوطين ان المنتج اللي شاريينه فيه مواصفات كتير. علشان كده النهارده باذن الله هنشرح الفرق بين مروحة التوزيع ومروحة التبريد، هل الاتنين وظيفة واحدة وايه الاختلاف اللي بينهم. اول ما نفتح يا جماعه باب الفرن مباشره بنلاقي مروحه التوزيع موجوده في الوش، ده الشكل بتاعها بالظبط. بعض البوتاجازات بيكون فيها مروحه واحده وبعض البوتاجازات بيكون فيها مروحتين. يمكن هنقول في الاخر هل كل ما المروحه تزيد يكون افضل ولا لا. وظيفه مروحه التوزيع ان هي بتوزع الهواء الساخن في محيط الفرن، بحيث لو ست البيت حط اكله معينه بتطلع منتظمه التسخين. ده شكل الزرار يا جماعه اللي بيشغل مروحه التوزيع داخل الفرن. يمكن بنجيبها لحضراتكم من اكتر من ماركه، ويمكن لها زرار منفصل لان بعض الاكلات يستحسن نشغل معاها المروحه وبعض الاكلات يستحسن ما نشغلش معاها مروحه التوزيع. يمكن عرفنا مكان مروحه التوزيع، ازاي نشغلها، الوظيفه بتاعتها، وكتير مننا عارف معلومة عن مروحة التوزيع. مروحة التبريد اللي هنتكلم عنها يمكن معظمنا ما يعرفش عنها المعلومة الكافية، ولكن هي بتكون موجودة ما بين لوحة المفاتيح وما بين الفرن. ما بتكونش ظاهرة بعينيا، ولكن لما أشوف فيه فتحات تحت لوحة المفاتيح، فتحات زي دي كده، أعرف إن البوتاجاز ده فيه مروحة تبريد بتطلع هواء بارد. وظيفته ان هي بتبرد جسم البوتاجاز بحيث لو اتحط في تقفيله الجناب بتاعته ما تسخنش، المقبض بتاع البوتاجاز يكون بارد معايا ما يكونش ساخن. والاهم من ده ان لوحه المفاتيح في بعض البوتاجازات في ناس كتير بتشتكي ان هي بتسخن او حتى المفتاح ممكن يسيح معايا. الباب بتاع الفرن بيكون عباره عن لوحين ازاز، لوح هنا ولوح قصاد منه، وفي النص بيكون في فتحات بيدخل فيها الهواء اللي طالع من مروحة التبريد بيبرد جسم الباب. يعني لو قفلت باب الفرن، الفتحات اللي موجودة في باب الفرن هتكون قصاد الفتحات اللي موجودة في مروحة التبريد، وبالتالي هنقوم بعملية تبريد لباب الفرن. واحنا مشغلين يا جماعه الفرن الشوايه، الفرن من تحت والشوايه من فوق، بينتج عنه حراره شديده. البوتاجازات اللي قبل كده، لان معظم البوتاجازات دلوقتي ما بتشغلش الاثنين في وقت واحد، بتنتج عنه حراره كبيره. الحراره دي ممكن تكسر لي باب الفرن، علشان كده مروحه التبريد بتقوم بعمليه تلطيف لدرجه الحراره داخل باب الفرن. اخر حاجه يا جماعه بتخص مروحه التبريد ان هي ما بيكونش لها زرار بيشغلها. بمعنى ان احنا لو بصينا على لوحة المفاتيح بتاعت اي بوتاجاز في اي ماركة مفيش زرار بيشغل مروحة التبريد، ولكن هي بتشتغل مع مفتاح الفرن. مجرد ما بنلف مفتاح الفرن هي بتشتغل، مجرد ما بنطفي مفتاح الفرن هي بتنطفي معاه. بعد ما استعرضنا مع بعض مروحة التوزيع ومروحة التبريد، وظيفة كل واحدة والفرق بينهم موجودين فين في البوتاجاز بالظبط، هنتكلم عن سر بسيط من اسرار البائعين. يمكن من اشهر الشركات المصممه والمصنعه للبوتاجازات على مستوى العالم هي الشركات الايطاليه، وكان لهم اكتر من تصريح قبل كده ان المروحه بيتراكم عليها الزيوت والدهون ومع الوقت بتقل كفاءتها تدريجيا. ده غير ان امهاتنا ربنا يديهم الصحه وطولة العمر كان على ايامهم المروحه مش منتشره خالص، وكان الاكل بيطلع من ايدهم زي الفل. ممكن تكون المروحه مهمه لست البيت، بس ان هي مش عامل الاساسي اللي بناء عليه اختار البوتاجاز. ولو عايزين نعرف ايه هو العامل الاساسي اللي بناء عليه نختار البوتاجاز، اكتبوا لنا في التعليقات وهنرد عليكم ان شاء الله.